الليمونادة اللبنانية وصفة سريعة وسهلة وبنينة، والمكونات تاعها عندكم في المطبخ، وتبعوا معايا للآخر. عندي هنايا هذا الليمون 4 ليمونات صفر عندي، شوفوا 4 ليمونات صفر، وعندي 2 ليمونات خضراء. وهذا الليمون الاخضر رايحه نحيلو سكين تاعو اللي هو الجلد هكا، باش راني نحيلو في القشر نتاعو، لانها القشر تاعو راهي مهمه ياسر في الليموناده هذه. والليموناده هذه راهي تجي هايله هايله هايله، يعني الذوق تاعها وعندها واحد المذاق ياسر بنين. كيف راكم تشوفوا في الصوره درت 2 حبات ليمون القشر نتاعو و2 حبات ليمون الخضراء القشر نتاعها. هذه راح نقسم هكا الليمون نتاعي على النص، ونحكم نزيد نقسمه كيما هكا. شوفوا كيفاش راني نقسم فيه كاريات. راح نكمل الحبات تاع الليمون تاعي حتى الاصفر راح نقسمه كاريات كيما هكا. كملوا تقسموهم كيف راكم تشوفوا فيا هكا ندير في الصوره. شوفوا كيف قسمت جميع الحبات نتاوعي تاع الليمون. شوفوا الاخضر راني قسمته والاصفر راني قسمته، وشوفوا القشر تاع الليمون راهو لهنايا ثاني لداخل. شوفوه. رايحه نزيد فيه هذا الكاس تاع السكر، والسكر راهو يعتمد عليكم حسب الرغبه نتاعكم. انا عندي هذا القدر تاع السكر، واللي تجيه ماشي حلوه يزيد لها السكر، واللي يحب كيما انايا ناقصه رايح يدير هذا برك القد تاع السكر. الكميه هذه رايحه نزيد هذه 500 مليلتر ماء، رايحه نديرها لهنايا لداخل. وهذا الليمون اللي درتهم 4 حبات صفر و2 حبات خضر اللي درتهم لهنايا، الكميه تاع الماء تاعهم الليمون يجيه 2 اطرات 2 لتر تاع هذا الماء. وانا درت 500 مليلتر، وكي نخلص نمرسو بيدي رايحه نزيد 500 مليلتر اخر. ومن بعد تشوفوا الخطوه الثالثه نتاعو واش راح نزيد ندير فيه. شوفوا كيفاش رايحه ندير، رايحه نمرس هكا الليمون بايدي. شوفوا كيفاش راني نمرس فيه داخل الماء كيما هكا. وشوفوني لابسه ايكون. كي تجوا ديروا الخطوه هذه البسوا هذم ليغون باش تعود خدمه تاعكم نظيفه، وتعود الخدمه تاعكم يعني صحيه. نتمنى من اي واحد اللي راهو يتفرج فيا يجربها ويكتب لي في الكومنت. وما تنساوش ديروا لي سبسكرايب وديروا لايك باش تشجعوا القناه نتاعي. نزيد ندير لكم وصفات اخرين مليح كيما راني ندير فيهم. شوفوا اللون تاع الليمون كيفاش تغير كيفاش صار. راح نجيب بول اخر كبير كيما هكا، ونفرغ هذا الليمون اللي درتو نفرغه لداخل. نفرغه بشويه كيما هكا، وندير له بايدي كيما هكا نعصر باش الليمون يهبط. والفائده تاع الليمون كلها يهبط في الجيب هذا اللي راني ندير فيه لداخل. ونزيد نفرغ الليمون الاخر ثاني، نفرغه لهنايا كامل كميه نفرغها في الصفايه. شوفوا كيفاش راهو خلصت هذه الكميه. دركا هذه ما نحتاجهاش رايحه نطيشها. دركا انايا رايحه نزيد له 500 مليلتر هذه تاع الماء نزيدها لداخل، لاني درت 500 مليلتر ورايحه نزيد له 500 مليلتر اخرى تاع ماء. تعود عندي لتر تاع ماء كامل زدته لهنايا، ورايحه نحركو. والسكر حسب الرغبه تاعكم، تحبوا كيف قلت لكم تزيدوا ولا تنقصوا ولا تستبدلوه بالسكر تاع الامراض السكر ثاني باش يشربوا حتى هما ديروه لهم. كان هذا الليمون رايحين نستعملوا فيه ماء الزهر. شوفوا كيفاش راهي مكتوبه ماء الزهر يعني عرق الزهر. رايحه ندير ملعقه، والماء الزهر ديروا يعني ملعقه، تحبوا ديروا ملعقه ولا ملعقه ونص، ولا اللي يحب الماء الزهر الكو تاعو مليح يدير 2 ملاعق تاع ماء الزهر. شوفوا انايا درت لتر تاع ماء لهنايا، وشوفوا مازال عندي 2 قرع يعني لتر اخر تاع ماء. اللي يحب انايا رايحه نزيد له الايس اللي هو لا كلاص،
لانه لاكلاص كيذوب في الليمون رايح يعود ماء. انا حنزيد له الا لاكلاص معايا، لكن اللي ما يزيدلوش لاكلاص ويخليه في الثلاجه يبرد رايح يزيد له لتر اخر تاع ماء لهنايا لداخل باش يخليه يبرد ويشربوا منه ويجي كميه وفيره للاسره. واش رايحه نزيد له؟ رايحه نزيد له هذه الشرائح تاع ليمون لداخل، حنزيد له هذه الشرائح تاع الليمون الاصفر ثاني لداخل. وهذه هي الوصفه اللي شاركتكم بها نتاعي اليوم، الليموناده اللبنانيه. ديروا لايك، كومنت، دقوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا سبسكرايب. يلا سلام.